قالت لي انت ابويا من يطيش عصير بالليل ليش تشربينه؟ سوي نفس الشاربته وسوي نفس نايمه وراقبي. نعم. زين، فسمعت كلامها وذبيت العصير وسويت روحي نايمه، والساعه ب3 تقريبا 3:30 الفجر يعني قمت لقيته دا يريد يعتدي عليها. طيب انت قلتي لها اشتكي؟ لا ما قلت لها اشتكي، قلت لها انا هسه ايش اسوي؟ عاديه قالت لي انا اروح لامي، اخوها التوأم اللي بعمرها ساعدها بهذا الشيء، فاخذها الفجر خابروا امها قالت لهم اي تعالوا جيبوها. نعم. فراحت البنيه لامها، والامايه اخذتها للعنف الاسري. نعم. وقاموا دعوه. جيد. وصدرت عليها القاء قبض. نعم. القاضي طلب شاهد. نعم. شاهد منه اخوها. جيد. ذب اخوها بمكافحه حي العامل، اتهمه بان هو ماخذ اخته وبايعها العصابه ابتزاز. طيب. زين، وبقى الولد تقريبا 6 اشهر. طيب. بالاخير يعني انا وامي وابويا اللي رحنا وطلعناه وبرناه من هاي الدعوه. زين، انت مع كل هذه الاحداث ظليتي بالبيت؟ لا هي مجرد طلعت. أي. انا قلت له اريد اروح ما قبل، قام وربطني وين؟ بالطابق الثاني بزناجيل. زين. وقال لي ما تطلعين. نعم. تخابرين اهلك يجون، يا اما تروحين للمحكمه وتقولين البنيه انهزمت ويا واحد. قلت له انا ما اشهد هاي الشهاده لان انا شفت بعيني. ترى هذا الكلام اللي تحكيه يعني عندي ادله واثباتات. ايه يعني ديري بالك. واثباتات، والدعوه مالتها موجوده وشارحه هي كل شيء. نعم. فاجوا اهلي وطلعوني، وكانوا امن وطني ويا اهلي وطلعوني بالزناجيل، يعني حتى ما قبل يفتح الهاي، كسروا الزناجيل وطلعوني. جيد. زين. يعني الامور موثقه قانونيا. اي كل شيء. نعم. زين. سوى بوقتها من طلعوني اهلي سواها سطو مسلح. زين. وتسليم. وسرقه. نعم. وخطف. يعني كلنا مسويين خاطفيني. زين. ومسلبين وسطو مسلح وماخذين فلوس ورافعين المسدس. نعم. نطلع افراج من حي العامل يسويها بالبياع، نطلع من البياع يسويها بالجهاد والفرات. عنده بطايق سكن مزوره. زين. وبعد كل هذا بعد هو ضغط على بنته، وضغط من العالم والحكي ومدري شنو، فبنته تنازلت عنه. واكتشف وراها باشهر قليله. هذه يعني وراها انفصلتي انت؟ اي انفصلت. بقيتي ايش رجعك الى بعد كل هاي الطلايب؟ كل هاي الطلايب سوى دعوه خطف. هو وبنته وزوجته. عليك انت؟ اني وامي وابويا 19 نفر. 17 واحد. زين، يعني حتى انتوا خاطفين شنو؟ على اساس